وهقول عنك مواويل وهقول عنك حكايات. ازاي يا حبيبتي رغم البعد مفيش بينا مسافات، قلنا نتفارق يوم وبعدنا كده كام يوم، وبرغم البعد ساعات برجع وبحن في يوم. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وانا لو على قلبي فحن عشانك فجأة ومات، وانا مهما يقولوا بشوفك غير كل اللي اتقال. تسحرني عيونك لو قابلوني واقول يا سلام، كان فين من بدري وجودك جنبي يا احلى ملاك. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات، وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات. وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات، وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت عليكي. خلاص احنا نهوح ونفكر لما نهوح بقى. جمانة وانت هتهوحي مع باسم؟ امال ههوح مع مين يعني؟ معايا طبعا، بلاش غباء. اولا لسببين، اولا لان احنا الاتنين عايزين كده نقعد بقى، لا اما نصيح مع بعض لا اما نواسي بعض. ثانيا لان انا عارفه ان انت ممكن تصالحي في ثواني اساسا. شوف ادي مراتك بتقوي مراتي عليا. يا عم تلاهي، ما هي زمان جمانة هي كمان بتقوم سوزي عليا. انا مش مرتاح لقعدتهم مع بعض ولا انا. يلا نهوح، بس بما اننا هنهوح لوحدنا هنهوح كده بالفستان والتاج ده. ما هو الصراحه انا مش عايزه اقلع التاج، فانا هلبسه بس هغير الفستان ده، خصوصا ان انا اساسا لو هوحت بالفستان هيقولوا ان انا اتحولت. اغير هدومي بقى وارجعلك. ايه ده؟ ما شاء الله البشوات بيتصنطوا علينا. يلا عشان نوصلكوا. لا على فكرة يعني اظن ان اليوم اللي انتوا طلبتوا مننا ان احنا ننسى فيه خلص. شوف سوزي قومت جمانة عليا ازاي، شايف؟ يعني كفاية بقى اللعب بتاعكوا ده. احنا منسيناش ومش هننسى ومش هنسامحكم ابدا. بالظبط كده. هيسامحوا بس هيغلبوا هيطلعوا عينينا، لان دي هتقوم دي ودي هتقوم دي، فصباح الفل. لا وسوزي ما شاء الله عليها في التقويم الصراحة معاك حق. احنا هنهوح لوحدنا شكرا. بعيدا عن المشاكل اللي بينا مش هينفع تهوحوا لوحدكم لان الوقت متأخر. شكرا انا اللي هسوق. شكرا انا معايا عربية وهسوق. يلا يا جمانة. طيب براحتك. يلا يا جمانة. ومين قالك اني مهوحة معاك اساسا؟ انا مهوحة مع سوزي. جدع سوزي، معرفش ليه بس هو كده وخلاص. وانت فاكرني هرجع اكلمك زي زمان؟ سيبي بس القميص. تميم اتعدل. ها اتعدل. طب ليه التهزيق قدام الناس ده؟ بتديني بالقفا وتمسكيني من الياقه بتاعه القميص قدام الناس كده؟ ناس مين؟ جمانة وصاحبتي وعارفه انك مهزأ، وصاحبك وعارفه انك مهزأ اكتر. صاحب عمرك ها؟
يا هبي بقى، ده انت مش هتنسي، ده احنا حتى لو صلحنا تفضلي مسكاي زلة. اه هو مين اللي غلط فينا؟ ده هي بتحاسبني على ماضي عدى اساسا. بس انت غلطت فعلا، بس مع ان كده برضه جمانة يعتبر سامحتك. ده تقويم سوزي، صدقني والله العظيم. جمانة سامحتك، انما سوزي ربنا يستر، عشان انا معرفش هي ناوية على ايه. انا مهوح. ايه ده؟ طب وانا هروح مع مين؟ يا عم انت مش قلت هتروح مع اهلك؟ طيب السلام عليكم. صدقني والله انا وجودي هنصلحكم على بعض. هو انت حكيت لجودي اساسا؟ حكيت لها. ما شاء الله عليكي. يلا ماما وبابا فين؟ استنينا في العربيه. ودي اللي حاسس ان انا ماشي مع بنت اختي بالطقم اللي انت لابسه ده. يعني هو وحش؟ الصراحه هو جامد جموده. عارفه كنت جايبه انا وسوزي زي بعض. يلا النهارده كان يوم متعب قوي بجد، بس كان حلو قوي برضه. حلو جدا. برضه مش هتقدري تقولي لي ايه اللي حصل؟ ماشي، هبقى احكي لك يا جنى. طيب انا اسفه جدا بجد لان انا هتقل عليكم، بس ده بيتك قبل ما يكون بيتنا يا جمانة. ايوه يا حبيبتي، وانا دايما بعتبرك زي بنتي. ايوه بجد، وانت شبهي اكتر من البت اللي هناك دي. يعني انا بحسك اختي اكتر ما بحس ان سوزي اختي. بجد شكرا قوي. طيب يلا يا جمانة، يلا. العيال دول مش مظبوطين. ايوه فعلا. ماشي يا سوزي بقى، بتخبي عليا حاجه على اخر الزمن؟ ما هي مخبيه عليا انا يا ماما. طيب روحي غيري هدومك. حاضر. نثبت ان احنا عدينا من جنب المطبخ، ابقي اعملي لنا اكل من ايدك كده، عايزين ناكل من ايدك. حاضر. يلا سيبك تغيري هدومك. طب وانا ليه يحصل لي كده؟ وانا عملت ايه يعني بابا في الاول كان معترض وكلامه اللي زي السم اللي قالهولي. طب اعمل ايه يا ربي، اعمل ايه؟ ده انا اللي حبيته وخرجته من السجن، لولايا كان زمانه في السجن، كان زمانه معايا في السجن دلوقتي. انا اللي عملته وطلعته من السجن، وفي الاخر يجي يعمل معايا كده. انا عبيطة عشان سامحته. ايوه انا سامحته، للاسف فعلا سامحته. عبيطة ورحت مع الحفلة، بس والله لا ندمه، والله العظيم لا ندمه. ما بقاش انا جمانة الا لما ندمت والله، بس بحبه. يا بنتل بقى، انتي اعمل فيك ايه؟ يعني انتي مش صعبان عليكي اللي احنا فيه؟ ها؟ الصراحة يعني صعبان عليا قوي اللي بيحصل فينا ده، اللي بيحصل معانا كده. طيب معرفش. هو مش انا قيادة الفريق؟ ايوه حصل فعلا. ايوه حصل. طيب يبقى بس كده، معلش. ما هو القائدة هي اللي لابسة لبس مختلف اساسا. وانتي ومهند ايه ان شاء الله؟ لا عادي، اصل انا ما فيش بيجامه زي دي، ما عنديش بيجامه زي دي انا. طيب هنعديها عادي. احنا اقعد كده بس. احنا ايه اللي جايبنا هنا دلوقتي؟ تاني احنا ايه اللي جايبنا هنا دلوقتي؟ علشان عايزين نفكر في خطة علشان نصالح تميم وسوزي وباسم وجمانة.
الله اكبر عليك، جبتي التايهة. مين دي معلش؟ طيب بما ان في ناس جداد فانا هعرفكم كلكم على بعض. اخت باسم اسيل، وانا جودي اخت جمانة، وده تيم اخو تميم التوأم، هو اعتقد واضح الشبه. ودي اخت تيم واخت تميم، همسة او همس يعني. ايوه هي اسمها همس بس احنا بنقولها همسة. وده ابن الجهان عادي ملناش دعوة بيه، ودي بنت الجهان عادي برضه ملناش دعوة بيها. لا بس احنا مش اخوات يا جماعة، احنا منفصلين، يعني كل واحد في شقة، يعني ساكنين قدام بعض من الاخر. دي صاحبتي عادي يعني، بس هي كانت واسطة. اخت سوزي. وبس كده عرفتكم. دلوقتي هنفكر في خطة ازاي بس. احنا محتاجين، تعالوا بس نتكلم جد شوية دلوقتي يا جماعة. احنا محتاجين ان احنا نخلي اللي حاول ان هو يوقع بين باسم وجمانة يعترف. يا حبيبتي يا روح قلبي يا جودي، دلوقتي هو سواء اللي عملوا كده اعترفوا او ما اعترفوش، جمانة هيبقى صعب انها تسامح باسم، لان اختي سوزي حبيبة قلبي بتقومها على باسم. ما تنسيش برضو ان جمانة بتقوم سوزي على تميم. ما هي جمانة اختك اساسا. صح. طيب يا جماعة دلوقتي نصلحهم ازاي؟ دلوقتي انا عارفة سوزي، بعد اذنكم بس لان انا اكتر واحدة عارفة الاتنين، فاقعدي انتي هنا. هي اصلا ما حكتلكيش الا بعد الموضوع اللي حصل بيوم على فكرة. طيب دلوقتي يا جماعة سوزي هيبقى في دماغها فكرتين دلوقتي، وانا عارفة الفكرتين لاني اختها. هي ما حكتليش وانت اللي حكتيلي، بس انا عارفة. سوزي دلوقتي في دماغها لإما ان هي تبطل اللبس الكاجوال والكلام ده وتتعلم من جمانة ولينا. صح، فين لينا؟ مش معقول كده يا جماعة، الواحد ما يعرفش ينام. تعالي لسه كنا جايبين في سيرتك اساسا. طيب فاقعدي انتي هنا كده، انا كده هقف هنا اساسا. ما انتوا لو توسعوا شويه بالكراسي بتاعتكم دي. عادي هنوسع وهنحط لك كراسي في النص كده احسن بكتير. انا عايزه اقعد هنا، بس عايزه اقعد جنب حبيبتي دي لينا. لإما سوزي هتبقى عايزه تتعلم من لينا وجمانة وتلبس بقى فساتين وكده وتغيظ تميم بالظبط كده، او هتقلب بنت بميت راجل حرفيا، وهترجع اسوأ من الاول بكتير. يعني الاول كانت بتتصرف ماشي كأنها راجل ولبسها كده كمان، بس بنعرفها من شعرها ومن ملامحها بالظبط كده. انما بقى هي دلوقتي هتبقى بتلم شعرها وتحسيها كده من الاخر مش بنت، وترجع زي زمان تتصرف كراجل، لان هي من ساعه ما قابلت تميم اخويا. هو يعني اخوك لوحدك؟ المهم غيرها وخليها تتصرف كأنها بنت عادي، بس طبعا مش هتبطل جنان لان تميم ذات نفسه مجنون. اخويا، ايوه اخونا. طيب ممكن سؤال بس؟ اسألي. هو انت ايش حشرك معايا دلوقتي؟ احنا قاعدين في سهرة بنات، انت كده بقيت الراجل الوحيد اللي قاعد. مهند دلوقتي واتنسيت كأني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني. معلش يا تميم. يا اسمك ايه؟ مهند. يبقى دلوقتي احنا عندنا حل من الاتنين، يا اما نكلم جمانة ونشوف هنتصرف ازاي مع جمانة في حوار سوزي، ونكلم سوزي تساعدنا في حوار جمانة. احنا خلينا بس الاول نكلم جمانة تيجي تساعدنا. اختي هروح اكلمها علشان تساعدنا في حوار سوزي، ومش هنجيب لها زيها على حوارها هي وباسم، لان حوارها هي وباسم يعتبر يعني لو مشكلة سوزي اتحلت
يبقى مشكلة باسم وجمانة اتحلت فعلا. انا كلمتها وقالت ان هي جاية، هي هتسكي في ثانية لان البيت قريب جدا. البيت قريب ايه؟ البيت قريب ايه بس؟ اهدي والنبي حضرتك، هي لو نزلت سلمتين اساسا يا دوبك هتوصل. فعلا فعلا. انا جيت نورت البيت. ايه ده انتوا كلكم مجتمعين بقى؟ ايوه معلش يعني عملنا اجتماع من غيرك بس تمام. لسه ما بدأناش اي حاجة خالص، سامحني يا هب. يا هب ايه ده ليه في حاجة؟ لا مفيش اي حاجة خالص. طيب دلوقتي احنا عايزين نحل مشكلة ميمو وسوزي. ايوه بس الاول يا همس وانت يا تايم اتأكدتوا بس ان تايم حب سوزي بجد؟ ايه ده هو انت حكيت لهم؟ يا هبي هو اساسا انا كنت عارفه ماضي تميم. ايه ده بجد؟ اوه ماي جاد ده شكل كان فيه دراما. ايه اللي جاب الاتنين دول بس؟ احنا بنيجي من غير اي كلام. فينك يا سوزي؟ والله بتحب تقعد معاهم قوي حبيبتي سوزي دي. بس لو رجعت لتميم صح. طنط جمانة ينفع اقولك جمانة عادي؟ هو اي نعم ان باسم لو عايف ممكن يعمل منك شاورما بس ماشي. لا 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 لا، اذا كان هو كان اسمه الاسد فانا كان اسمي الفهد، واذا كان تميم كان اسمه الثعلب فانا كان اسمي الصقر. هو ايه الهبد اللي دخل علينا فجأة ده؟ والله ما اعرف. طب يا جماعة جمانة. نعم عندي ليكي اغنية لو رجعتي لعمو باسم اغنيها لك. ايوه انا عارفاها. وانا بس الصراحة مش هغنيها يعني، بس لان هو ندمان. ايوه خصوصا الفيديو اللي بعتهولك على الواتس يا جماعة، شفتي؟ ما شاء الله ده باسم بيحكي لي كل حاجة. يا بنتي انا كنت ببقى قاعدة لازقة معاكم في الشات اساسا. لا ما تدمعيش انا ما استاهلش دموعك اغلى مني، سامحيني انا غلطان وديني يلا بس هغنيها. يلا. اين الكرامة؟ انا لا ابحثوا معي يا اصدقاء. هتسيبني؟ طب ليه؟ طب قولي عملت انا ايه؟ حب وحبيت بك واهتميت، خيانة وعديت ولا انت نسيت؟ فاكر لما قفشتك مع ديما 20 مرة؟ طب فاكر صاها وياها وميها؟ دي انا كده فاكراها بالذات، واسامحك ادلع فيك واقول كنت يا كنت موتي. صحابي هزقوني مسحب كرامتي البلاط. المهزقة راحت، المهزقة جت، المهزقة فوق، المهزقة تحت، المهزقة راحت، المهزقة جت. طب بعيدا عن ان دي مجرد اغنية وتهزيق، حوار ديما ده بقى والله العظيم انا كاخته مصدومة. لا الحوار ده كله كدب على فكرة. ونسيت اقول لكم حاجة صحيح. انت يا اخي صابهي باسم بقيت عندنا النهارده وهيبات لحد يعني ما هو وجمانة يتصالحوا. تمام قوي. انت كده لازم تبقى جاسوس على صاحبك. جاسوس؟ ايوان. طيب يا جماعه بعيدا بقى عن كل الكلام ده، جمانة احنا عايزين نكلمك بجد في موضوع مهم عشان عايزين نصلح تميم وسوزي. انا عندي خطه. احنا هنخلي سوزي تغيظه. الله عليكي نفس خطتي، بس بطريقتنا الخاصة، يعني بالطريقة اللي هي ان احنا نخليها بقى، وفي نفس الوقت برضه نبهدله شوية. بالظبط كده. تعالوا انا هقولكوا الخطة بتاعتي جامدة جمدولة. لا بجد الصراحة اهنيكي. يا جوجو. طيب انا هروح اقولها لسوزي
وايه لازمة انك تقوليها لسوزي طالما سوزي موجودة اساسا؟ سوزي طنط سوزي يا حبايب قلبي، يلا اقعدوا كده. لا معلش انا لازم اقعد هنا. خلاص ماشي هقعد هنا. الصراحة خطتك يا جوانا عجبتني، بس ينفع كده يا ولاد بس ينفع كده تقعدوا من غيري؟ معلش بقى يا سوزي. ايه ده تايم انت هنا؟ ما شاء الله، ده انت بتتفق على اخوك عادي كده. لا معلش برضه هو برضه كده لازم يحصل كده. ننفذها من دلوقتي؟ يلا بينا. من دلوقتي ايه بس؟ تعالي عشان ننام جوه معانا. هتنامي معانا جوه، احنا هنسهر كلنا هنا اساسا. ايوه سهله، هنحط سرير تاني وبعدها هنحط سريرين بقى. قشطه ماشي. طبعا يا مهند انت هتروح تنام مع تيم صح؟ ايوه يلا باي باي. هتنامي معانا يا منى؟ اكيد طبعا. مش هتروحي؟ لا مش هروح، حتى السرير اهو موجود. نحط الايس كريم بتاعنا وهنام. طيب انا هنام هنا وانا هنام هنا بهدك. انا هنام هنا وانا مش هنام اساسا. هتعملي ايه؟ بصي الاوضه دي جهزتها عشان ندرس الخطه اكتر. طب انا هدرس معاكي الخطه. طيب خلاص بقى. كده يبقى كله تمام. ايوه واحنا كده درسنا كل حاجه. تخيلي كده بس لو الشباب هما كمان بيعملوا خطة، دي تبقى مصيبة. بس يلا ننام بس. الأستاذ لسه ما جاش، وتعالى يا تميم اقعد هنا. حاضر. تميم هو انت ليه باين عليك انك فرحان؟ انت فرحان بخناقتك انت وسوزي يعني؟ لا يا باسم مش كده والله العظيم يا عمو، انا ما شفتش زيك كده. انا ايوه يعني الصراحه انت حضرتك جاي بتتفق على بنتك. لا انا بس ناويلها الخير وعايزها تتصالح هي والواد ده عشان ده واد طيب. حبايبي طيب قوي الصراحه، بقى ما تمضيك. حظوظ اساسا ان هي عندها حمازيه الصراحه، يعني في دي انت معك حق. امال طبعا مش بابايا ده، انا طالع له. عرفنا دلوقتي انت طالع لمين. لا بس الصراحه يعني يا عمو شكلك يبان انك رسمي قوي. لا ده كان زمان. اديله. والله احنا هوب. وسع مين اللي جاي؟ استنى ده هو جاي. والله انتوا على معايا. الجاسوس وصل. ها بيعملوا خطة بنتي وانا عارفها. هتلاقيها عشان كنت قاعدة بتتصنت عليها. ده انت طلعت حافظها يعني. الصراحة انت حافظها قوي. مش بنتي مش مراتي، هي فعلا كانت واقفة بتتصنت علينا واحنا بنقول. بس الصراحة يعني اللي قال الخطة اكيد لينا. لا اكيد انت. لا انا واثق 1,000,000% ان مهما كان اللي قال الخطة هو اكيد همسة حطت التاتش بتاعها. امال اكيد هي اساسا لازم تحط التاتش بتاعها. صح. انتوا هتعملوا فيها توأم بجد ولا ايه؟ امال احنا توأم كده وكده. المهم انا مش هبقى جاسوس ومش هقول لكم الخطه اللي هم قالوها، بس لو لكم ان هم عملوا خطه جامده جموده، والخطه مش زي ما انت متخيل يا تميم. يعني ايه؟ يعني مش ان هم مثلا هيحاولوا يستفزوك وكده. لا متاكد. ايوه متاكد. والله مش انهم عملوا خطه نفس اللي في دماغ تميم. استغفر الله العظيم. متأكد يا عم؟ ما انا حلفت. صح ده حلف. طيب
طب ما تديني تاتش كده. بص من الاخر ان هما مش هيحاولوا يستفزوك وسوزي مثلا يعني تضحك عليك وتقول انها بتروح هتحب واحد تاني. امال اسكت يا عم والنبي، انا مش عايزه افضحهم عشان هتعمل شوامه. بس الصراحه انا عندي ليكوا خبر ما يطمنش. ايه اسطو يا هب؟ قلناها في نفس الوقت. ايوه ان سوزي حبها نقص لتميم. نعم. لا مش بس كده كمان، دي جمانة مش ناوية خير لباسم، وكمان قالت ان هي لازم تنتقم وان هي ما بقتش بتحبه، بس ممكن تفكر انها ترجع له وتنتقم منه، بس بعد كده هترجع له تاني. بس المهم يعني ان هي في الاول هتعذبه شوية، ولو هو فضل متعلق بيها برضه ممكن حبها ليه يرجع تاني. الغي حلة شيء. طيب طب استأذن انا. يلا بقى قول لنا الخطة. هقول لكم ده انا هقول لكم خطة ب1,000,000 جنيه. انجز. لا 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 لا, لا معلش انت جاسوس. انا امال امي. امشي. قول. شو ما انا دايما افكارها حلوة. دي فكرة جامدة فعلا والله. انا ذات نفسي اتصدمت من جمدان الفكرة. ولا ايه في ايه؟ قوم يا ابني ما يصحش كده. حاضر. بص يا حبيب قلبي، انت لإما تلم نفسك سيب التشاهد، لإما تلم نفسك، لإما هفضل امسكك المسكة المنيلة دي عشان انت مش راضي تحترم نفسك. طيب وصلنا. بقولك كده شكله مكان هايق كده وكده يعني، وانا الصراحة ماليش في الاماكن دي. تعالي بس كده يا سوزي، تعالي حبيبتي تعالي. ايه ده؟ مين اللي ضربة شعرها ازرق دي؟ تعالي بس بطلي بقى. هاي عاملة ايه يا زمانة؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. مين القمر اللي معاكي دي؟ مش تعرفينا؟ دي سوزي صاحبتي عادي. اختي؟ لا يا حاجة، ما هي عارفة انا ما عنديش اخوات غير جودي. ماشي. بصي بقى، عايزاكي تظبطيها من عيوني، وكمان عايزاكي تعملي لها تسريحة شعر حلوة كده من عيوني الاتنين. اعمل لها نفس التسريحة اللي كنت عاملاها لك ساعة فرحك، يبقى كده تمام قوي. اعملها لك انت كمان؟ لا انا لما هروح هعملها، انا بقيت عارفة اعملها، اتعلمت منك بقى. الله ايه بتاع ده؟ اتفضلي اقعدي هنا الاول. اوكي. محتاجين بس نشيل النضارة دي. هترجعهم لي. ايوه. اتفضلي اشربي. ايه ده؟ استني كده. تمام كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زلزال ده ولا ايه؟ يخرب بيتك هتفضحينا كده. احنا خلصنا. الله والله مش عجباني. عايزه تسريحة شعري القديمه، تقدري ترجعيها في اي وقت. طيب الطاقية بتاعتي بس. كده الحساب كام؟ 3000 جنيه بس. 3000 جنيه ليه يا ولاد الحرامية؟ ده انا الطقم اللي لابسه كله على بعضه مش مكمل 500 جنيه. تيجي انت تقولي لي 3000 جنيه؟ بس يا سوزي هتفضحينا. تمام اتفضلي. شكرا جدا. تعالي بقى تعالي. 3000 جنيه ليه يا جمانة؟
يا حبيبتي هي الحاجات دي كده. يلا بقى يلا 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 يلا. رايحين فين تاني؟ رايحين فين تاني بقى؟ هنشتري هدوم. يا الله، لا مش يا. ايه ده، عجبتك حاجة؟ ازيك يا استاذة جمانة؟ الحمد لله يا استاذة ليليان. استاذة ايه بقى؟ ايه الجمدان ده؟ الحمد لله عجبك حاجة. اوعي تقولي اللي هناك ده. لا يا القاف ده ما عجبنيش ده طبعا. بصي ده صباني يا ربي والله لا ادخل اقيسه. اوعي انتي كده. بصي الجمدان حتى لايق مع تسريحة الشعر الجديدة. تصدقي كده انا عجبتني تسريحة الشعر الجديدة والنضارة. طب والله جمدان. في محل نضارات هنا عشان النضارة دي مش لايقة قوي. هنروح نجيب نضارات بس اهدي على نفسك. وعشان خاطرك هنشتري ده وهنشتري شوية حاجات كمان. طيب ادخلي غيري بقى. كاجو جامد. نحطه في العهبة بس كده. نحط ده في العهبة ونلبس دي تاني. الله دي كمان عجبتني قوي. وده كمان جامد من غير ما اقيس والله هاخده. بصي ده تحفة قوي. مش حلو خالص. بصي جميل ازاي بس. بصي وحش جدا. هنشتريه والله هنشتريه. الله حلو قوي ده كمان وده كمان. طيب بصي اللي تحت ده ليا واللي فوق ليكي. يا وده جامد ده بجد. ده جامد انا هاخده ليا. اوه ماي جاد اخيرا حاجه عجبتك. بصي ده يعني هو انتي اول ما تختاري حاجه تبقى شبه الفستان بس يوم ما تختاري ده في حاجات عجيبه. هاخده والله هاخده. ما تقعديش تاهي كتير. بصي ده جامد ازاي. يا ايه والله انا هاخده برضه. بصي ده بقى. انا عن نفسي هكمل اليوم بالطقم ده. وبصي ده بقى جامد وده اجمد. الحاجات دي كلها لمين بس؟ ليكي طبعا. انا ماليش غير الموف اللي تحت ده في جاكيت ده اهو اسود اهو عشان عارفه انك انت بتحبي اللون الاسود. بس ده قصير قوي يا حبيبتي. ده يتلبس على بنطلون ده على البنطلون كاجو يعني. كاجو ايه بس ايه هناخدها برضه. بصي دي هتبقى جامده قوي مع الطقم ده. يا بصي ده كمان جامد. يا انت زوجك بعمل كده ليه يا جمانة؟ التوكة دي بقى جامدة جمدان. بصي الجمدان ده بقى. بصي الجمدان بس. طب والله لا هاخده هو وده كمان بس كده. شكرا. الحساب كده كام يا بنتي؟ 9000 جنيه بس عادي يعني بس. صباني يا ربي. اوكي اتفضلي. بعد لما هتخلصي كل المشتهيات بتاعتكم ابقوا ارجعوا لي عشان احط لكم الحاجات في الشنط. جمعي الكلمه انت بس الاول. النضارات. ايه ده في انسان آلي هنا. جمانة مش ينفع اسيبها لوحدها في مكان زي ده. نعم. ايه الانسان الآلي ده؟ صباني يا ربي. بصي بقى النضارات الجامده. مفيش نضارات حلوه هنا اساسا. لا تصدقي في. بصي انا هاخد دي ليا ودي ليكي. يا فاكره لما كنت عايزه البس دي يوم الفرح؟ فاكره. يلا بقى خديها. يوه سودا اهي. سودا عشان انتي بتحبي الحاجات السودا. طيب انا عندي اختي دي بس هجيبها تاني. بصي بقى. بصي دي والله لا خد دي ودي كمان. بصي الجامده دي كمان والله لا خدها برضه. ناخد ايه تاني؟ مفيش حاجه حلوه تاني ولا لا؟ بصي دي جامده. يلا بقى